برايم الافلام بقى والبلاتفورم بتاعت هي تبع ايه امازون وايه برايم؟ معلش. تمام. سو برايم دي خدمة امازون بتقدمها باشتراك شهري او سنوي، بقدر من خلاله اخد مميزات معينة. حلو. المميزات دي بتتراجع من خصومات حصرية على الموقع بتاع امازون. ده برضو نفس شرح البرايم اللي انت كنت بتشرحه من شوية. اوكي. وانا جايلك في الفيديو انت بيبقى عندنا مهرجان بنعمله مرة في السنة اللي هو اسمه برايم دي. ده بيبقى مختص بس للبرايم. ده كان من حوالي اسبوعين تقريبا. وبعد كده بيعملوه على الويب سايت على على الموقع. جميل. انت رحته في امريكا مثلا؟ لا بس بقى هو ده اليوم اللي كانت عزومه وراح ولابس بدله خش بقى اشتري هبل بقى. انت تفضل مستني تشتري اليوم ده. طب ببعت لي يا ابني، انا مش لا. وبعد كده بدا ما هو كان يوم زمان، دلوقتي بقى بنعمله اسبوع تقريبا. وبعد كده عندنا برايم فيديو. ده بيبقى عليه افلام وتمثيليات واجنبي وعربي وكله. بتقدر ان انت بالاشتراك ده انك تخش تتفرج على اي حاجه من الافلام الموجوده فيها. وبعد كده في حاجه رابعه اللي هو الجيمات، بيبقى من خلال حاجات زي تويتش وشركات تبع امازون. يعني في جيمنج كمان. ايه ده؟ اشرح لي اكتر ايه اللي حصل. فبيبقى الجيمات بقى يجي لك خصومات معينه، عارف اللي هو الناس اللي خصومات معينه على تشتري حاجات جوه الجيم. ما بفهمش قوي الحته دي. عندهم هوس دول. اوكي. لا انا هرجع للفيديو معلش عشان انا بشوف برودكشن كمان. بالظبط. لا هو الحوار اصلا يعني انت عديته مع مع شويه خصومات على امازون، قمت قايل فيديو لذاذه. لا هو الموضوع اكبر من كده بكتير. هو في افلام وحاجات بتعمل بملايين الدولارات وفيها ده حقيقي هبل. بالظبط. والافلام دي بتبقى يعني متاحه ليك ان انت تتفرج عليها من غير ما تضطر تدفع اي حاجه. لا انا دخلني بقى في الحته دي، يعني قصدي الفلوس الانتاج. يعني انتوا شركه ايه في الاخر؟ فاهم حاجه؟ فاهم قصدك. اصل عالم الانتاج ده وحش. احنا شركه بتخدم على عملاء وبتحاول تبسط عملاء. فكر فيها كده، بتقدم ايه بقى دي. اوكي. طب ومين اللي ماسك يعني في ناس دي شغلانتها بتاع برايم انتاج وفيديو، بيطلعوا فلوس وبيجيبوا توم كروز ويعمل فيلم، وبعد كده بالظبط كده البروفيتس بتاع العائد من الفيلم بيخش في شركه امازون. في يعني اكتر من 200 مليون مشترك معانا في برنامج بتاع امازون برايم. عالمية. لو مفيش 200 مليون في مصر. ده انا قلت يمكن تقول لي في الدول العربية. لا الفكرة بتاعتنا الاشتراك بتاع برايم ده مش دوره انه يكسبنا، دوره ان احنا نخلي العملاء ان هم يجربوا الحاجات دي معانا. وبعد كده تاني لو اعتمدت عليك، لو انت بتحط افلام حلوة هكمل اتفرج على افلام، هكمل اجدد اشتراك برايم. ما عنديش مشكله ان انت حاطط افلام، انا معاك في دي، ان انت بتعمل سيرفيس خطيره وبتكسب منها على فكره برضو يعني. لكن انا بتكلم على انتاج، انتوا داخلين في ده شامل فيه. بس انت خلي بالك حجم الفوليوم بتاعنا ليكن كبير شويه عالميا، فبتقدر ان انت انت بتتكلم في حته تانية خالص. لا ما هو انا عشان كده بتكلم في الحته التانية. ما هو الحته التانية يعني قصدي لو سؤالك مستقل مثلا في كل بلد، بس هي مجال مخيف يا جماعه، كبير شويه، بلايين الدولارات. ما هو ده ولا حاجه يعني يا باشا امازون. ما انا فاهم انها امازون، بس قصدي مش اختصاصهم او مش يعني ايوه طلبت ما بنبصلهاش ان احنا لينا اختصاص. انا فاهم. انا لا ما في اصلا في AWS وفي امازون دي يا ابني. امازون ما تفكرش في امازون كشركه ليها اختصاص، يعني تفكر فيها شركه ان هي بتخدم يعني برايم وتبسط عملاء. بتهيالي برايم فيديو دي مثلا هي بكل الانتاجات اللي انت بتتكلم عليها دي ما تجيش حاجه جنب AWS اصلا. يعني AWS دي قصه تانية اصلا، قدها 10-20 مره مثلا. يعني اضحكك على حاجه، المشروع بتاع البرنامج بتاع برايم لما تقدم يبقى كل حاجه حاطين لها خطه هتبقى عامله ازاي على السنين اللي جايه. دي متقدمه ان هو دورها ان هي ما تكسبش، دورها ان هي تبقى اكبر عامل او اكبر وسيله نعرف بيها ان احنا نبسط بيها ونجرب حاجات العملاء بتوعنا عايزينها. فهي كل حاجه ليها دور. طب ما ده معمول ليه؟ ده لو كان معمول مجرد ان هو يدي ديسكاونت على الشحن ويخلي الشحن ببلاش، ساعتها كلامك كان هيبقى صح.
بس احنا مش بس شركه بتسوق منتجات تاني، حتى احنا دورنا مش حتى في التسويق، مش ان احنا نبيع، احنا دورنا ان نساعد المجتمعات بتاعتنا ان ياخدوا قرار شراء لو حابين. عشان كده تلاقي مثلا حاجات الناس كانت بتتريق علينا زمان اللي هو الريفيوز. النهارده انا لو دخلت والمنتج ما عجبنيش بخش اقول انا المنتج ده جوده ما عجبتنيش. احنا ما بنشيلهاش، احنا بنخليها، عشان انت لما تخش تلاقي ايه ده عمر كتب ان المنتج ده الجوده بتاعته ما كانتش كويسه، ما تجيبهاش تشوف حاجه. انت فاهم قصدي؟ ان انا مش دوري ان انا بحاول ابيع لك المنتج، انا بحاول اساعدك ان انت تاخد قرار شراء. فانا النهارده هشوف والله الريتنج ده كذا، لا مش عايز الريتنج ده كذا. فانت وبعدين كمان لا انا قصدي كلامك مزيكا يا جماعه. انا بالنسبه لي امازون، بالنسبه للكوكب كله امازون في الحته دي تمام. لكن انتوا رحتوا اشتريتوا MGM ستوديوز ب$8.5 بليون. اصل جيمس بوند حلو، مش حتتكم يا جماعه. ايوه، ما انت بص فكر فيها بطريقه ثانيه. انا امازون من الاخر بيوس او اي شركه كبيره قوي بالحجم ده حلو، يعني ما علينا من غير ما نقول اسامي الشركات التانية، انت بتوصل لمرحله من الحجم انت ما بتفكرش بالطريقه اللي انت بتفكر بيها دي، اللي هو انا ايه الحاجات اللي انا بقدمها فانا هفضل فيها. انت مثلا دلوقتي امازون دلوقتي بيقدموا ان هو جاب لك لحد البيت، هو معتبر انت هو معاك في البيت، فهعمل لك برايم فيديو تقعد تتفرج عليه عشان تتفرج عليا. على فكره انا موافق. انا موافق يعني. انا بس بالنسبه لي ليه فاهم يعني؟ انت مثلا انت واحد بتاع خضار مثلا، انت بياع خضار، ربنا فتحها في وشك فاهم؟ ليه تروح تشتري تسلا؟ ما تروح تشتري اكبر سوق خضار في العالم، عشان هم ما تموت كل الكومبيتيشن بتاعك. انت متخيل ان ملهاش دعوه بالكومبيتيشن في الحته مش قصدي يعني، قصدي بلاي يور جيم. ما خلاص انت لما تقفل الجيم تخش الجيم اللي جنبه انت مش هتقفيل، هي عمرها ما بتقفل، بس انت داخل بتقول دوري ايه؟ دوري ان انا اخدم على العمر. فانت مش قايل احنا بقول لك بادئين كتب، ما لو كده كان زماننا لسه بنبيع كتب. ايوه انت فاهم. وبعد كده احنا اتكلمنا على حته الابتكار ده برضو ان انت تغير من اللي بتعمله او توسع في حاجات جديده، تستخدم كل السبلاي تشين وكل الحاجات اللي ما نجحتش فيها وتعلمت منها بحيث ان انت تعرف تعملها في مجال تاني. فهي يمكن تاني اهم حاجه ازاي هتعرف تطور من نفسك، تبقى عارف ان انت مش هتكمل. لو كنا شركه كتب تفتكر كنا مكملين؟ لا. وهو اصلا بتهيألي هو امازون، هل هي شركه الناس بتعتبر ان هي، او انتوا معتبرين نفسكم شركه اي كوميرس ولا انتوا شركه تكنولوجي؟ شركه تكنولوجي بالظبط. ما هي دي بقى مربط الفرس بقى، ان هم بالنسبه لهم هم في الاخر هم بتوع تكنولوجي اصلا. بس ما هو ميك سنس بالظبط. فهو بالنسبه له اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، التكنولوجي دي بقى من اول AWS ان هو يخترع بقى تشيبس يحطها في دماغك تعمل شوبينج وانت قاعد على الكنبه ايا كان بقى خلاص.